الاهلي بيفوز وبيرجع لمكانه الطبيعي المركز الاول. الاهلي طول عمره الاول، وبيقول لك الزمالك اخد الاسانسير ونزل يجيب طلبات. يا جماعه لو حد نازل الشارع او نازل تحت يعرفنا الزمالك نازل ورايح فين، احسن ينزل تحت ويفضل يبولو بولو، واحنا مش عايزين كده، عايزينه في مكانه الطبيعي المركز الثاني، قصدي المركز الثالث. خلاص ما هو اتنازل على المركز الثاني لنادي بيراميدز، فعايزين كل واحد يحافظ على مركزه والنبي مش عايزين لخبطه. واهم حاجه يا جماعه حد يطمنا على اخواتنا الزملكاويه بعد ما شافوا الاداء الاسطوري والاداء المثالي اللي عمله زيزو مع بن شرقي، سيدي بن شرقي. ايه اللي حصل؟ حد فيهم حصل له حاجه؟ يا جماعه احنا اسفين، احنا ما كناش نعرف اللي هم جامدين قوي كده. واي حد هيجي يقول لك لسه ما وصلوش لمستواهم اللي كان في نادي الزمالك، مستوى ايه يا ابو مستوى؟ دول بيطلعوا نار من بقهم، ده ناقص ياكلوا النجيله. خلينا ساكتين والنبي. وعايزك تركز معايا عشان هقول لك في الحلقه دي ايه الصفقه التبادليه اللي النادي الاهلي هيعملها، والزنقه والورطه اللي مدرب الاهلي الجديد محطوط فيها. خليني اقول لك كل حاجه بالتفصيل، وفي اخر الحلقه هقول لك الصفقه اللي برعايه ياسين مرسور تكلفتها كام ومركزها ايه. وقبل ما ارد على كل الاسئله دي عايزك تصلي على النبي وتعمل فولو ولايك وسبسكرايب وتفعل زر الاشعارات عشان انا محتاج الدعم دوت قوي. ويلا بينا نبدأ. اول نقطة هنتكلم فيها، النادي الاهلي بيعمل صفقة تبادلية. هتقول لي مين وهيجيب مين؟ هي صفقة بيع بس فيها حتة تبادلية. النادي الاهلي بيعرض اليو ديانج للبيع عشان هو مش عايز يجدد وعايز يبقى لاعب حر ويروح نادي بيراميدز او اي نادي تاني بالمجان. فالنادي الاهلي قال لك لا انا لازم استفيد منه. ففي كلام بين النادي الاهلي والنادي الوقرة القطري اللي هو هيبيع له اليو ديانج، في المقابل هياخد مبلغ مالي وهياخد معاهم حمدي فتحي. بس النادي الاهلي تواصل مع حمدي فتحي وقال له خلص امورك مع الوقرة القطري وساعتها انت هتبقى في النادي الاهلي بدل اليو ديانج، واليو ديانج هيتباع للوقرة القطري. حمدي فتحي رغم اللي هو كبير في السن بس لاعب جوكر، يقدر يلعب لك في كذا مركز، ولاعب مهما كان اهلاوي وعصب من عواميد نادي الاهلي سابقا يعني، فعارف الروح القتاليه وروح الفانيلا الحمراء بتاعت النادي الاهلي. اكتب لي في الكومنتات تتوقع الصفقه دي هتتم ولا لا. مدرب الاهلي الجديد عنده مشكله كبيره، محطوط في ورطه زي ما بيقولوا. هو اتفاجئ بعد اول ماتش ليه في الدوري، اتفاجئ ان هو محطوط في ورطه بسبب ايه؟ بسبب راس الحربه وبسبب الدفاع. عشان كده بعد اول ماتش ليه في الدوري عمل قرارات. هتقول لي ايه هي القرارات؟ اقول لك عجبني السؤال، يلا بينا. اول قرار طلعه، مفيش اجازات بعد الماتشات سواء كسبان او مش كسبان لغاية ما يظبط الخطة الدفاعية ويظبط حاجات اساسية في عقليات اللعيبة وفي طريقة لعب اللعيبة. عشان كده بعد ماتش الاتحاد بلغ مدير الكورة ان مفيش يوم راحة، لا هنخش على طول على التمارين علشان محتاج يظبط ده في اسرع وقت قبل كاس السوبر المصري. واداره النادي الاهلي مبلغاه ان هم عايزين يكسبوا. يا جماعه اداره النادي الاهلي بلغت المدرب ده وقت التعاقد اللي هم عايزين يكسبوا كل البطولات اللي بيشاركوا فيها. انت متخيل مدرب جاي في بعد ربع الموسم مطلوب منه يحقق كل البطولات الموجوده، اي بطوله انت مشارك فيها لازم تكسبها؟ انت متخيل؟ يعني موضوع صعب ومش سهل، خلي بالك. تاني قرار اخده اللي هو هيعمل تصعيد للمهاجم حمزة عبد الكريم، هيبقى احتياطي علشان الراجل ده معهوش غير جراديشار بس، مفيش مهاجم تاني. فافرض جراديشار حصل حاجة، اخد طرد، تعب، اتصاب، مين اللي هينزل مكانه؟ وطاهر محمد طاهر مش مهاجم يلعب في المكان ده، وما عندناش واحد مثلا زي كهربا كان بيلعب راس حربة. فهو عمل تصعيد وكلم اللاعب قال له دي فرصتك وجات لك لحد عندك. اللاعب هيبقى موجود في القايمه بتاعه النادي الاهلي الفتره الجايه، بس جراديشار هو الاساسي لان هو عايز يجربه لغايه شهر واحد اللي جاي. لو ما اثبتش نفسه هيتقال له زي ما قلت لك في الفيديو دوت مع السلامه. الفيديو ده مهم جدا لازم تتفرج عليه. ندخل على الخبر اللي بعد كده. زيزو وصل لمرحله ما شاء الله عليه، مش عايز احسده، بقى بيلعب اداء مذهل، ومع المدرب دوت هيطلع نار من بقه، هيقدم امكانيات عالميه.
انا بس عندي سؤال ويا ريت انت ترد عليا في الكومنتات. زيزو الماتش بتاع الاتحاد عمل اسيست وعمل صنع 3 فرص محققين ما جاتش منهم غير واحده، وشاط ضربه الجزاء جابها جول، عمل كل حاجه. ازاي دوت مش رجل المباراه؟ ده هو مقطع الاتحاد، ازاي دوت مش رجل المباراه وحد من الاتحاد رجل المباراه؟ انا عايز حد يقول لي سبب مقنع في الكومنتات يا ريت. نرجع كلامنا عن زيزو. زيزو حاليا بيلعب وينج مع التعليمات اللي اداله المدرب الجديد ده ومع الاداء بتاع محمد هاني اللي عالي، الاتنين هيعملوا جبهه من نار. ناقص الجبهه الثانيه اللي فيها بن شرقي. بن شرقي عمل احسن ماتش ليه من ساعه ما جه النادي الاهلي، بس اولا امكانيات بن شرقي الدفاعيه محتاج تتظبط، المدرب يشتغل عليها. غير كده بن شرقي معهوش حد في الجبهه دي يدافع، يهاجم معاه ويدافع معاه. بن شرقي بيعاني بعد كوكا سيء. انا قلت لكم من اول، الناس كلها طلعت تمجد فيه في ماتش الزمالك وحاطه اخوان بزيرة في جيبه، وانا جاي اقول لك اللاعب مش مكانه، اللاعب مش مستوى النادي الاهلي، اللاعب لازم يتباع. ده حقيقي، انا وجهة نظري كده، واللي يخالفني يخالفني ويقول لي سبب الكلام ده ايه. ندخل على النقطة اللي بعد كده، المهاجم السوبر اللي النادي الاهلي هيجيبه. بس ما دام وصلت لهنا يبقى لازم تعمل سبسكرايب وتفعل زر الاشعارات ما دام الحلقة عجبتك. قبل ما اقول لك مين الصفقة اللي برعاية ياسين منصور، عايز اتكلم في نقطة. خط دفاع النادي الاهلي ما اتظبطش، سواء مع المدرب ده طبعا لسه هياخد فرصته قصدي حتى الان يعني، ومع عماد النحاس، ومع ريبيرو. ريبيرو كان سيء جدا وبجد ظلمنا في كاس العالم. تمام. الدفاع فيه مشكله، كواليتي اللعيبه اللي في الدفاع في النادي الاهلي لا تليق بالنادي الاهلي بجد. يعني مفيش غير حاليا محمد هاني، ومش هقول لك ياسر ابراهيم عشان كل ماتش فيه اخطاء. ياسين مرعي لا مش للنادي الاهلي، هو احتياطي للنادي الاهلي. احنا محتاجين رجوع عبد المنعم. بس اللي انا عايز اقول لك عليه ان المدرب الماتش الجاي هيبقى فيه تغييرات في الدفاع. هتلاقي العش نزل وهتلاقي شكري نزل، الاثنين دول هينزلوا بدل ياسين مرعي، وطبعا وبدل كوكا. وطبعا احتمال يبقى اليو جانج ينزل بعد الاداء اللي قدمه في الشويه اللي نزلهم، وبعد الاداء السيء اللي قدمه مروان عطيه الماتش اللي فات. فالماتش الجاي فيه تغييرات، المدرب هيبدا بقى يغير. هو كان الفتره اللي فاتت دي بيلعب على ايه؟ على الشغل القديم، دلوقتي هيبدا يغير. ندخل لاخر حاجه، صفقه برعايه ياسين منصور هتكلف النادي الاهلي من 5 مليون ل 6 مليون دولار. هتقول لي في مركز ايه؟ هقول لك في مركز الهجوم. افهم بقى انت من الكلام، صفقه بالرقم ده هل في مهاجم مصري او مهاجم افريقي بالرقم ده؟ لا. يبقى الصفقه دي مهاجم جاي منين؟ بقى يا معلم؟ هسيبك تكتب لي في الكومنتات. بس الصفقه دي اللي هيمولها ياسين منصور. بس لما اتسال في برنامج شوبير قال لك مش هرد، لان هو طبعا ما ينفعش يقول حاجه زي ديت. بس تتوقع المهاجم دوت هيكون مين وهيكون منين؟ وما دام وصلت لهنا يبقى لازم تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل زر الاشعارات، واكتب لي في الكومنتات لو عندك اي تعليق نضيفه في الحلقات بعد كده. وبس كده.